العلاج البيولوجي بقى الكلام عليه على الانترنت والرسائل اللي بتجيلنا كتير جدا، وللاسف برضه في مفاهيم كتير غلط. النهارده هتكلم عن العلاج البيولوجي، تصحيح المفاهيم. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. العلاج البيولوجي هو مجموعة من الأدوية وليس علاج واحد تم تحضيرها بطريقة بيولوجية يعني حيوية، عن طريق مادة حية فيها دي ان ايه عشان نطلع أجسام مضادة نستخدمها في علاج مجموعة من الأمراض، سواء في الروماتيزم، في الأعصاب، في الأورام، في أمراض الدم، في مجموعة كبيرة جدا 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 من الأمراض المناعية. وبالتالي لما حد يبعت لي يقول لي أنا ينفع آخد علاج بيولوجي، لازم أسأله ايه التشخيص، ايه الدواء اللي انت هتاخده، ايه الادويه اللي انت خدتها قبل كده، احنا في انهي مرحله من المرض، الادويه اللي قبل كده كانت نتائجها ايه، تحاليلك عامله ايه، هل عملت التحاليل اللي قبل العلاج البيولوجي ولا لا، هل انت لما بتاخد العلاج البيولوجي بتاخده بالطريقه المظبوطه والجرعه المظبوطه، هتاخده على نفقتك الخاصه ولا نفقه الدوله، لان احنا مش نكتب روشته وخلاص ونجري. ومهم جدا كمان الاعراض الجانبيه اللي حصلت من الادويه السابقه واللي ممكن تحصل نتيجه حاله المريض العامه. فبالتالي مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين لما يتبعت سؤال العلاج البيولوجي ينفعني ولا لا، ان الرد دايما ممكن ينفعك وممكن لا. فبالتالي لازم ندخل العلاج البيولوجي، هو عامل بالظبط كده سلاح متطور شويه في ايد حد يا يعرف يستخدمه كويس يا اما يضر بيه لا قدر الله. المفهوم الثاني اللي عايز اصلحه، العلاج البيولوجي مش علاج كيماوي، لان في خلط كبير جدا ما بين العلاج البيولوجي والعلاج الكيماوي اللي بيتاخد لعلاج الاورام. ده جه منين؟ لان في بعض الادويه البيولوجيه هي بتستخدم في علاج بعض انواع الاورام، وبالتالي بقى المريض عنده خلط ان كل العلاج البيولوجي هو العلاج الكيماوي. لا خالص، العلاج الكيماوي دي ادويه بتشتغل بطريقه مختلفه، وممكن حتى لو هتشتغل او تم تحضيرها بطريقه حيويه بتشتغل في امراض الاورام بطريقه مختلفه، واعراضها الجانبيه مختلفه خالص عن العلاج البيولوجي اللي هو اعراضه الجانبيه في الغالب اقل بكتير حتى من الادويه التقليديه اللي احنا بنستخدمها في علاج الروماتويد او في الذئبه او في حاجات تانية كتير. وبالتالي العلاج البيولوجي ليس هو العلاج الكيماوي. المفهوم الثالث، ان العلاج البيولوجي ده معناه ان حالتي خلاص اصبحت مستعصيه في العلاج. الكلام ده غلط تماما. العلاج البيولوجي احنا ليه بنخليه للحالات التي لم تستجيب للادويه التقليديه؟ لانه غالي بس. لكن يعني الحقيقه الادويه التقليديه بتفيد 60%، الادويه الموجهه بتفيد 80 90%، الادويه البيولوجيه بتفيد 80 90% برضه. فبيتبقى 10% من الحالات بنسميها difficult to treat او صعبه العلاج، ما بتستجيبش للادويه غير في حدود بسيطه. والعلاج البيولوجي زيه زي الادويه العاديه ممكن يفقد فعاليته مع الوقت. فعشان كده دخول العلاج البيولوجي واستخدامه لابد ان يكون تحت اشراف دكتور الروماتيزم او دكتور التخصص، ايا كان دكتور الاعصاب بقى او دكتور امراض الدم او دكتور الاورام لا قدر الله. ودمتم سالمين.